كوريا الشمالية تتحرك بإطلاق صاروخ باليستي بزاوية عالية، وذلك منذ أيام. وبحسب الخبراء أنها إذا أطلق هذا الصاروخ بزاوية عادية فمن الممكن أن يصل إلى الأراضي الأمريكية. يعني يأتي ذلك في ظل يعني الانتخابات الأمريكية التي هي على يعني على بعد أيام من إجرائها. أيضا هناك انتقادات لكوريا الشمالية بإرسال جنود لروسيا للمساعدة في حرب أوكرانيا، ولكن كوريا الشمالية رفضت هذا الاتهام وقالت إنها لم ترسل أي جنود. ولكن هناك يعني حالة من الاستفزاز حتى من كوريا الجنوبية التي اعترضت على إطلاق هذا الصاروخ الباليستي، وقالت إنه يعني ضد قرارات مجلس الأمن، وفرضت عقوبات على بعض الأشخاص، نحو 11 فرد قالت إنهم ساهموا في تغذية